بطارية اللابتوب 100% ولسه أداء الألعاب وحش جدا. إيه السبب؟ وقبل ما أجاوبك دي سلسلة معلومة في دقيقة، وأنا هنا عشان أجاوبك على سؤالك. ببساطة 100% بطارية مش معناها 100% أداء من اللابتوب. اللابتوب وهو على البطارية مش بيقدر يدي للمعالج وكارت الشاشة نفس الطاقة اللي بيقدر يديها وهو متوصل على الشاحن، وده بيظهر بشكل واضح جدا في الألعاب. ممكن تلاقي ال FPS نازل والأداء أقل واللعبة مش شغالة بنفس السلاسة. وفي بعض اللابتوبات الفرق ممكن يكون كبير جدا، يعني نفس اللعبة ونفس الإعدادات ونفس اللابتوب، ولكن على البطارية الأداء أقل بفرق واضح من على الشاحن. وده لأن الألعاب التقيلة بتحتاج طاقة كبيرة، خصوصا لما المعالج وكارت الشاشة يشتغلوا بأقصى طاقتهم. وعشان كده لو عايز تطلع أقصى أداء ممكن من اللابتوب في الألعاب وصل الشاحن. الخلاصة افتكرها كده، 100% بطارية لا تساوي 100% أداء. اللابتوب على البطارية ممكن يشتغل عادي جدا، لكن لو عايز أعلى أداء في الألعاب الشاحن هو الحل. جربت تلعب على البطارية قبل كده؟ قول لنا ال FPS عندك بيكون كام على البطارية وكام على الشاحن. ولو استفدت من المعلومة اعمل لايك وفولو، وشوفنا في حلقة جديدة من معلومة في دقيقة.